5 ملمات لسنة 1972 الصقر ألمنيوم، هل هي من النوادر ولا لأ؟ وإيه التاريخ النادر جدا والمطلوب؟ قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا 5 ملمات اهي. دي اللي متوفرة مع كل الناس، اللي هي الصقر لسنة 1972. ناس كتير جدا كلمتني عن ال5 ملمات ديت وفاكرة ان هي من النوادر. طيب مبدئيا في تاريخ تاني اللي هو 1973، والتاريخ اللي هو موجود كتير جدا في السوق اللي هو 1972. السؤال اللي محير الناس كلها، ازاي تاريخ 73 بيكون مطلوب وتاريخ 72 ليه مش مطلوب؟ اقول لك في حاجة اسمها تاريخ خطأ سك، اللي هو تم اصدار تاريخ 1973 اصدر منه كمية قليلة جدا وتم سحبها من الأسواق، لكن تاريخ 1972 ده تاريخ مش خطأ سك، هو تاريخ صحيح جدا، وده في منه كمية كبيرة في السوق. وبسبب كترة التاريخ ده اللي بيخلي العملة ملهاش أي سعر حاليا. طيب في حد بيحتفظ بالحاجات ديت؟ بالنسبة لناس كتير جدا بتحب إن هي تحتفظ بالتاريخ اللي هو 72 ده، يحتفظوا بيه عادي خالص، بس ملهوش سعر. اهو ديت برضو صقر بس تاريخ 1972. اللي حابب يحتفظ بالحاجات ديت يحتفظ بيها برضو عادي، لكن التاريخ اللي مطلوب فهو تاريخ 1973. التاريخ 1973 ده بيوصل سعر العملة، بيتراوح معاك حسب الحالة اللي متوفرة معاك. بتبدأ مثلا الأسعار من 10,000 جنيه لحد 40,000 جنيه مصري حسب الحالة اللي موجودة معاك. يعني معاك الحالة بحالة الأنصر ديت هتسمع فيها أسعار كويسة جدا. معاك الحالة اللي هي مثلا الكلام ممسوح، الحاجات دي كلها هي العملة هتتباع برضو بس هتقل في سعرها. طيب أماكن بيع العملات هنبيعها ازاي؟ وبالنسبة للعملات اللي هي أسعارها غالية جدا هتتباع ازاي؟ خلينا الأول نتكلم في العملات اللي هي النوادر هنبيعها ازاي. ديت بيكون ليها مزاد. المزاد دوت ناس كتير جدا بتدخل بتشارك فيه وبيجي لك تقييمات. طيب انا اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده تقدر انك تعمله على جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. بتدخل تنضم للجروبات ديت وبتبدأ تصور العملات اللي معاك وتبدأ تعمل الإعلان الخاص بيك وتكتب بيانات العملات كلها بالظبط، وتخلي المزاد بتاعك متاح لمدة 48 ساعة عشان كل أعضاء الغير محدش ينظف العملات بسلك مواعين أو صنفرة أو الحاجات دي كلها، لأن العملات اللي هي النادرة اللي هي سعرها غالي جدا ديت بتتباع وبتتعامل بحاجة اسمها الجرامات. كل يركز في الحتة دي. العملات اللي هي النوادر الناس اللي بتشتريها يعني بتتعامل معاها بالجرامات، بيكون ليها جرامات ومعروفة. لكن انت دلوقتي هتنظف العملات بسلك معين او بصنفرة، كده انت بتقلل من قيمة العملة. طيب بالنسبة أي عملات حتى لو مش نوادر وحابب تبيعها هتبيعها ازاي؟ في الحالة ديت تقدر انك تبيع على تطبيق أوليكس.
دوت برضو حاجة تقدر انك تبيع عليها سريعة جدا وتحدد السعر، بحيث ان المشتري بيدخل بيدور على عملات عايز يحتفظ بيها، يشوف عملاتك اللي انت عارضها ويشوف السعر، لو مناسب ليه هيتواصل معاك ويشتريها منك. وزي ما قلنا العملة اللي هي 72 تاريخ 1972 الصقر برضو ديت ملهاش أي قيمة خالص. اللي ليها قيمة واللي مطلوبة هي تاريخ 1973، وده ودي اللي سعرها كويس جدا، ودي اللي مطلوبة تاريخ 1973. لكن 72 مش مطلوبة نهائي لأنها متوفرة كتير جدا في الأسواق. ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يعملنا بلايك سبسكرايب تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.